عادت أرضنا لم شملنا.
أيتها الدجاجات المحترمات، أيها الديوك المحترمون، نحتفل اليوم بيوم الدجاج العالمي. والمحافظة على البيئة، وشعارنا هذا العام كيف نستفيد من ريش الدجاج المتساقط منا. كيف؟ ها؟ ماذا؟ أنا أسألكم كيف نستفيد من الريش المتساقط منا، تقولون لي كيف؟ من يجيب؟ أنا نرميه في القمامة حتى نحافظ على البيئة. خطأ، الإجابة خطأ. ها، ماذا نستفيد منه؟ أنا نعمل من ريشنا مخدة للناس. لا الإجابة صحيحة. نعم، الإجابة صحيحة. أيضا ماذا نستفيد من الريش؟ أنا بوك بوك. 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 صديقة الصغار بقاري صغير عنا يا أصغر. أنا بوك بوك بوك. صديقة الصغار بقاري صغير عنا يا أصغر. أنا تكلم. نزرعه وفي المستقبل نحصد ثماره ونعمل منه مخدات كثيرة. الإجابة صحيحة بل خاطئة. الإجابة خاطئة. ها، ماذا نستفيد منه يا فرفورة؟ نعمل منه عش صغير ومريح ونضع بيضنا فيه. الإجابة خاطئة بل صحيحة. الإجابة صحيحة. هذه الدجاجة الفرفورة ذكية جدا. سوف يكون لها شأن في حظيرتنا. أيضا ماذا نستفيد من الريش؟ أنا تكلم، ولكن فكر جيدا قبل أن تجيب يا مشروب. سأفكر. لا نرميه في الشارع حتى كل من يمشي عليه يبدو مرتاحا. لا، بهذه الطريقة سوف تلوث البيئة. الإجابة خاطئة. باع تبغى عنزه. لقد أمسكته. ما هي الفكرة؟ نأخذ الريش ونضعه فوق رؤوسنا وكأننا الهنود الحمر. والآن يا أحبائي وأخلائي، هيا لنحتفل باليوم العالمي للدجاج والمحافظة على البيئة. قبل الفرح والغناء أين الأكل؟ أين الخمر؟ أريد أن آكل. نحتفل ونأكل حتى لا نأكل كثيرا ولا نستطيع الحركة. لا، كل شيء تقول لا. للأكل آداب ويجب أن نتحلى بها. نعم. نحبها والديرة لو كانت صغيرة مزروعة وسط الهم. نعم من دون أي حيرة نفدي ثرى الديرة بالمال أو بالدم. نعم يا نور عيوني. نعم يا أحلى أيامي. نعم يا عمري الغالي. أبويا عيالي كلهم خاصي عمتي. بيت الجيران بيت الخباز بيت بوب الخباز بيت القصاب بتاعي عتد ماوي عتد من عنده. من عنده. عشيته ما لقيته خبز وتمر. عشيته خبز وتمر.
عشيته. خبز موسمة ما عشيته. مني بار لا. مني دريشة لا. عيال مني زوسفن لا 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 ماذا نفعل بحبوب القمح المتبقية؟ حرك يا أنثالي. نسوي مني مخدة حق الرجال. وانت اللي ذابحك للرجال بس؟ استريح مكانك، استريح ابو مرقد. حسنا، نسوي منا كورن فليكس. بس؟ قاعدين مكانك، قاعدين. نسوي منه طحين رقم 1. زين 2. 3. عوعين. 4. 5. 6. رجعوا. جميل السمولات. بالخميرة ما تنسوا. أبوي يسلم عليك ويقول لك نسوي منه كونفرشن داي. سلم على ابوك سلام وايد. إيه؟ قول له يا البايخ. إن شاء الله. أنا نسوي منه ولا شيء، دمي خفيف لا. وانت صاجد مخك اللي خفيف. عموما جميع الاجابات كانت في مجملها لو ان الفرفوره هي التي اجابت لقال لها الاجابه صحيحه. هذا لا يصلح ان يكون زعيما. عندي جواب. هاتي ما عندك. ناكل اكل حتى لا نرميه بالقمامه. ولكننا شبعنا. عندي فكره. وانا كل اذان صغير. نقوم بتخزين حبوب القمح بطريقة صحيحة حتى نستفيد منه في حالة عدم أو نقص الحبوب عندنا. دوري باقول. ممتاز. شكرا. فكرة صائبة. شكرا. فظيعة. شكرا. ليس أنت. والله مو أنا. والله العظيم مو أنت. صدق فشيلة. وإنما الدجاجة فرفورة. أنا مرتاح من هذه الدجاجة الذكية، وعليه فإنني قررت أن تكون مستشارتي في الأمور الاقتصادية. يا ضلوع. خلاص طفح الكل. ماذا تقصد؟ انا لا اوافق على كل ما تفعله. ومن أنت حتى لا توافق؟ انا الاقوى، وعليك ان تسالني وتشاورني في كل صغيره وكبيره. هل تفهم في الاقتصاد حتى أعينك مكانه مستشارا لي؟ انا لا اريد هذا المنصب. هل تريد أن تكون مسؤولا عن الأمن؟ لا 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 لا. هل ترغب في أن تكون مساعد الخاص مثلا؟ لا.
حكم الغاب، الأقوى هو الذي يسيطر. ما الذي ترمي إليه من كلامك هذا؟ أصبحت كهلا يا خيرون. بل أكثر خبرة من السابق. الزعيم يجب أن يكون قويا. ماذا تقصد؟ اترك الزعامة لي. أنت؟ لا، أنت لست أهلا لها. أنا الأقوى ومن حقي أن أكون زعيم. ومن قال لك بأنك أنت الأقوى؟ تتحداني؟ إذا تصارعني في مصارعة الديكة، والذي ينتصر سيصبح الزعيم، والمنهزم سيلاقي حتفه في المصارعة. أتوافقون على هذه المهازل؟ أنا لا أوافق على ذلك. أنت عميلة له، وسيأتي حسابك فيما بعد. أي شخص لا يقف معي سأنتقم منه. والذي يؤيدني ويصوت لي سأمنحه الحياة السعيدة. وتأكدوا مع هذا الكهل المباراة منتهية لصالحي. ما رأيكم؟ فكروا في مستقبلكم ولا تنظروا تحت أرجلكم فقط. نعم، نحن معك. نعم، نحن معك. كلنا معك يا برطور. كلنا معك يا برطور. بتحبوا مين؟ برطور. وحبيبكم مين؟ برطور. بتحبوا مين؟ برطور. وحبيبكم مين؟ برطور. مهزوم كتير. برطور. مهزوم كتير. برطور. برطور. أيعقل ما يحدث؟ تفرطون بي بكل هذه السهولة بعد كل ما فعلته لأجلكم ولأجل أجيالكم، بعد كل هذه المشاريع، بعد كل هذا الحب الذي بيننا، بعدما سهرت الليالي من أجلكم، بعد كل هذه التضحيات تفرطون بي؟ تفرطون بي؟ تفرطون بي؟ لعلتني أسرتهم يا أخوان، إن قلوبهم معك، ولكن الخوف جعلهم مع طرطور. لا تدافعي عن أحد. أيعقل ما يحدث؟ أيعقل ما يحدث؟ هذه سنة الحياة. أنا أنصحك بالخروج بكرامتك من أرضنا دون مصارعة، وهذا طيب مني. وتريد طردي؟ أحسن من القضاء عليك يا كهف. الجميع لا يريدك. من قال إن الجميع؟ لا أريد الرحيل. إذن سأتصارع معك وأنهيك. لا، ارحل من هنا أرجوك. حتى أنت تعتقدين بأنني أصبحت كهلا وانتهيت. سوف أرحل من هنا، ولكن بعد أن ألقن هذا الأفاق درسا لا ننساه. شنو؟ أنا أفهم؟ حين أراويل. لا حيوة المصارعة. طب 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 طب.
سباتي وايد في تراب. طرطور وقع على الأرض. خيرون وقع. طرطور عم يشرح صباطه. صباطي وايد في تراب. عبطه عينه. طرطور تشقلب. ولك استني. طرطور قعد على ظهر خيرون. خيرون لمسه. عينه مش عم يقشع شو. ولك امي. عرفته. عينه في مرة. انتهت المباراة. خيرون. بإمكاني القضاء عليك، ولكنك مجرد طرطور لا تهمني بشيء. الذي يحز في نفسي ويؤلمني أنتم يا أهلي وأصدقائي الذين تخليتم عني، بعتموني بأبخس الأثمان، وقد جاء الوقت لأفعل ذلك بكم، لأتخلى عنكم كما تخليتم عني. لقد رحل وأنتم السبب. لم نقصد التخلي عنه، الخوف هو الذي جعلنا لا نعرف أين الصواب. يا ظهري. عليكم عليكم. فأنا أصلا تعمدت هزيمتي قبل أن يقضي علي أقلب المباراة ضده. لكنه انسحب من المباراة ومن الحظيرة الجبان. شلخ عافيتي، الله يشلخ عافيته. والآن أنا زعيمكم، ومن حقي عليكم أن تسمعوا كلامي، وشعاري هو الطاعة المطلقة، لا للنقاش لا للجدال. هيا زيدوا من بينكم واكثروا من نسلكم،
اقعدوا على بيضكم. اقعدوا. اقعدوا يا دجاجنة. اقعدوا يا ديوكنة. الديوكنة اقعدوا. وين شو ما تقعدون؟ اقعدون. هاي. واحد اثنين ثلاثة. وين شو لا واقف؟ لماذا تقعدون؟ أنا ما بيظن. ما تبيضن؟ بتبيضن غصب عنكن. ما فيني بيضة. كيفي؟ خاطر بيضة اليوم كيف؟ قد مرة سمعت ريجي بيض. اليوم راح نسمع. ما بيض. بتبيض يعني بتبيض. ما بيض. شلون؟ شوف لا تخرعني ترى عرفت كوندو زي الخويمة. كواندو؟ شنو التكواندو ذي بعد؟ أرويك. خلنا نشوف. دات. ست. نت. جنبي. وش تبغي؟ تنبي وش تنبي؟ راح تبيضي؟ ما ببي. اقول لك بتبيض؟ يعني لازم أقعد. ايه؟ ترديات هذين. اليوم ابي بيضتين. تدري بقعد وأمري لله. يا بابا. شوف اللي يسمع الكلام يبيض. هيا اريد ان املا ارضنا الخضراء بالكتاكيت. سمعتوا؟ هيا وانا ذاهب. كيفي؟ رايح وين؟ الى النوم.
ولماذا الميزانية تتحمل حفلاته ومهرجاناته وإسرافه في أكله وشربه؟ الميزانية في ملذاته وشهواته مفتوحة، أما في ضرورة المصلحة العامة فهي مغلقة. لقد سقط السور، لقد سقط السور، لقد سقط السور. إنه صوت ذئب متوحش. لقد سقط السور، لقد سقط السور، لقد سقط السور. ليش الصراخ نص الليل؟ قطاوة انت وقطاوة! لماذا تزعجونني ونحن في الليل؟ نحن في خطر! انطمي! وأي خطر يا مسونة؟ الذئب حمحون يهاجمنا! وما الذي أتى به إلينا؟ لأن السور محطم ومن السهل عليه دخول أرضنا. المهم أنا سأنام وأنتم تصرفوا فيكم الخير. فينا الخير. مقط شوي. أي خير أنت اللي تتكلم عنه، أنت زعيم ودورك الآن لمواجهة الأخطار، لا تتذمر أكثر فقتلنا الانتظار. في أحد يتحجني؟ أنا أتحجن بعد بين التحواجب. المعاجبة ينتف حواجبه؟ ماذا قلتي؟ أنت زعيم لا نفهم. شوي علشان الأرنب ذي يفهم. شوي أنت زعيم لا نفهم. شوي مو عشان الأرنب، شوفي عشان الحمامة اللي مصخنة فوق هذه. شوي أنت زعيم لا نفهم. شوي مو عشان الأرنب هذا ولا الحمامة المصخنة هذه، عشاني أنا. شوي يلا. أنت زعيم لا نفهم. ضياء ترى شوي حبة تكتيزي في قاموس ذي أتشابتشا تحتشا. أنت زعيم لا نفهم. قلبي ويش اسمع يا طرطور، انطمي. اسمعني. أسامة ليست أكل وشرب ونوم، بل عمل وسهر وتخطيط. ألم تستفد من الزعيم خيرون؟ خيرون أروح الخباز خيرون، أروح الدوبي خيرون، ذبحتوني خيرون. لكن تدري شلون؟ يا حراس نعم تنفسكم. أكيد ساعة صوت. ما سمعنا. خذ هذه المسؤولة وضعها في استشفائي.
دجاج كتاكيت. أوه لا لا. أي وحدة أي وحدة. ياي وكيه سلام حمونا. سجون أين سيغيرون؟ ها؟ الذي قال لي يوما مستحيل دخول أرض الكتاكيت الخضراء أنا لا أسرع وأمرح ولا أحد يجرؤ أن يقف أمامي. وشوف مصدع نعم ديش ولا طوفة ولا أحب أن أكلكم إلا بمزاجي وبرضاكم. يا جبان. أنا مو جبان يا حراس يا حراس. نعم نعامة الفسكم اقذفوه خارج الأرض يلا. ها أنا بروح البيت. يلا مشروم. هذا أكبر من الأرنب. أخاف منه. الأرنب كبير أخاف منه. وايد أخاف منه. وين مساعد والسل ودولي؟ وين؟ ما يعض يدلدغ بس يدلدغ. خليه يلدغك. تعال هو مشروم. أحمد 2 3 1. يا ليواد واي واي يمي. راح. ياه والله سوى شغل التنبيه والتنبيه. كنا سوى شغل التنبيه والتنبيه. وش تنبيه؟ طلع ذيب. شلونك؟ أين
الآن انطمي. ومكانه الآن بس بقول لك ومكانه الآن زعيم طرطور. شنو؟ طرطور. طرطور؟ ايه حلو اسمه لا؟ ايه واحد من ذلين يعني. مو بونه هاكو. هل انت طرطور؟ لا طرطنقي. واي ديج لشعر. هل انت طرطور؟ ديج لعضلات. في قمر بعد. هل انت طرطور؟ نعم نحبها ودينا. ولماذا لا تتكلم يا جبان؟ اي جبان. انا تحت امرك. انا تحت امرك ايها الذئب الحبوب المحترم الحليو. انا جائع واريد ان اتعشى. التعشى بي؟ لا. شو اطلب ماذا تريد؟ هل تريد دياي مفيوحة؟ ها؟ ولا تبي بيضة مشوية؟ أنا أنصحك تاخذ دياي بالمهيوة، ترى وايد عجيب، وايد الناس يبيعونه. دياي مايونيز، روست، تكة دياي، عصاعص، أي شيء. أنا الذي أقرر ماذا آكل. انت ايش فيك معصب؟ لا تعصب، مو بزين. يا جميل، ها يا حليو، يا مهضوم كثير. يا أسد. شكرا يا نمر. شكرا يا فهد. شكرا يا ثور. غير. يا حمار. ثور وحمار. اصبر. خشمرة دياي. ايش فيك انت؟ اشوف. نعم. شنو ثور وحمار؟ كنا خنفساني. ما عليك. ما علينا، تعال. أنا عندي مشكلة. أصدقائي الحيوانات طردوني لسوء أخلاقي وانحرافي. مسكين. ولم يعد لدي صديق ولا مسكن. مسكين. إذا نفذت مطالبي سأتوجك زعيما أبديا لأرض الكتاكيت الخضراء. زعيما أبديا؟ وسأحميك من أي شخص، من أي معتدل. اترك علي الحماية، والحماية مقابل نصف الأرض الجنوبية. ولكن ماذا تقصد؟ نصف الأرض الجنوبية لي، والنصف الشمالي لكم، وهي لك، وعليكم إقامة مشاريعكم فيها. ولكن النصف الذي اخترته هو مصدر رزق لنا، واغلب المشاريع الاقتصادية تقوم عليه. نفذ أوامري وإلا قضيت عليك ونصبت زعيما آخرا بدلا منك. ماذا قلت؟ شو أقول بعد؟ أنا ذاهب إلى النوم. لم أنتهي من كلامي بعد.
وعليك تزويدي يوميا ب5 وجبات دسمة من الدجاج المشوي وشوربة الكساكين وكبدة الديكة المقلية بزيت عباد الشمس. عباس الشمس؟ عباد الشمس وين يبيعونه ذي؟ دور عليه. ولكن هذا صعب. سوف أنفذ طلباتك من بعد غد. من اليوم، من بعد نصف ساعة. انتهى كلامي. ارحل يا بطل الأطفال. بطل الأبطال؟ نعم، بطل الأبطال، وأنا معك سأحميك. أنت الرابح وأنا الرابح، فلا عليك من الخاسر. اذهب واجبرهم بالقوة على تنفيذ طلباتي. المصلحة مشتركة بيننا. أوفر لك الاستقرار وتوفر لي الأكل والسكن يا بطل. بطل الأبطال، شكرا يا حليو. عفوا يا بطل الأبطال. الدجاج مشهور والكل من حولي مسرور، فرحان بي أو مجبور. أنا بطل الأبطال طرطور، في حظاير الدجاج مشهور والكل من حولي مسرور، فرحان بي أو مجبور. أوامر الطاعة ومن صفات الشجاعة، أنا بطل الأبطال. هو بطل الأبطال في أوامر الطاعة من صفاته الشجاعة، أنا بطل الأبطال. أنا بطل الأبطال. طرطور وبطل الأبطال طرطور، حظائر الدجاج مشهور والكل من حوله مسرور، فرحان بي أو مجبور. جبار طنبور، جميل ومحنك طنبور، مهضوم كتير كتير طنبور، يا أقوى من كذي طنبور، عافية عليكم يا كتاكيت طنبور، طنبور، طبعا بطل الأبطال طنبور، أنا بطل الأبطال طرطور، في حظاير الدجاج مشهور والكل من حولي مسرور، فرحان بي أو مجبور. وبطل الأبطال طرطور، حظائر الدجاج مشهور والكل من حوله مسرور، فرحان بي أو مجبور. في أوامر الطاعة
ومن صفات الشجاعة أنا بطل الأبطال. هو بطل الأبطال في أوامر الطاعة من صفاته الشجاعة أنا بطل الأبطال. أنا بطل الأبطال. ما الخبر؟ ما الخبر يا زعيمنا؟ لا تقولوا لي زعيم، أنا الآن وصاعدا بطل الأبطال، فبذكائي وحنكتي خلصتكم من كل المتاعب. عاش يا بطل أبطال طرطور! عاش بطل أبطال طرطور! عاش يا بطل أبطال طرطور! عاش بطل أبطال طرطور! قلت لك إن طرطور ذكي، تقولي خيرنا هو الأفضل؟ لا تستعجل. وماذا فعلت يا بطل الأبطال مع الذبح محمود؟ اتفقت معه بأن لا يهاجمنا مرة ثانية بعد الآن. عاش يا بطل أبطال طرطور! عاش بطل أبطال طرطور! عاش يا بطل أبطال طرطور! عاش بطل أبطال طرطور! المقابل؟ دون مقابل. ولماذا يقف هنا وكأنه ينتظر شيئا ما؟ لماذا لا يرحل؟ سيعيش معنا. ماذا؟ لا تخافوا لا تخافوا، قلت لكم لن يستطيع الاعتداء عليكم وأنا معكم. سيعيش فترة قصيرة حتى يتصالح مع أهله ويعود إليهم. الضيف يجلس فقط 3 أيام وبعد ذلك يرحل. انطمي! أنت ما تنطمين؟ انطمي! وش بطني ترى؟ أنت قلت الضيف، والضيف يجب أن يكرم ويحترم، وعلينا جميعا أن نتعاون من أجله. لا تلف ولا تدور. بماذا اتفقت مع الذبح محمود؟ اخرسي! كلميني باحترام ولا قطعت لك لسانك. مقابل السلام والأمان والحرية، وسيعيش في نصف أرضنا الجنوبية، وسنكرمه ب5 وجبات يوميا، وأنا وعدته بذلك ووعد الحر دين. هذه مهزلة. مهزلة؟ نعم مهزلة. لماذا لم تأخذ برأينا في هذا القرار الخطير؟ ومن أنتم؟ أقصد ومن أنت حتى أخذ برأيك ها؟ وأقول لكم بصراحة، ربما سيمكث معنا فترة طويلة، ولكنه سيشارك معنا في المشاريع الاقتصادية، وسيوفر لنا الأعشاب من أجل تكاثر البيض. خيانة. طرطور خائن ويجب أن يحاكم أمام الملك. لا أحد يرضى بذلك. أعلنوا حالة التمرد والعصيان على الأفكار التي ضاعفتنا من أجل مصالحهم الخاصة. ضاعت الكتاكيت الخضراء في لحظة خوف. لا عليكم منها! لا عليكم منها! فالمقارنة غير منطقية. فهل يمكن للدجاجة أن تواجه ذئبا متوحشا؟ الدجاجة؟ إيه. هل تريدون أن أجركم إلى حرب خاسرة؟ لا، بل علينا أن نرحب بالسلام والأمان والتطبيع من أجل أجيالنا وأجيال أجيالنا وأجيال أجيالنا وأجيال أجيالنا، وكتاكيتنا وكتكوت كتاكيتنا، ودياياتنا وديوي دياياي دياياتنا، وراكم شيء؟ وابن عماتنا وخالاتنا المهم، هيا هيا للعمل، وأنا ذاهب. إلى العمل. بل إلى النوم. يا احجز لي فراش بيض.
بكيتنا. لا توجد رعاية صحية بالمرضى. رأسي يؤلمني سيفجر رأسي من الألم. بطني يؤلمني. الماء بدأ يتناقص من استنزاف الذئب همهوني له. كل أحلامنا ضاعت، كل مشاريعنا تبخرت، والسبب هو طرطور الذي باع أرضنا للذئب الملعون حمهون. كذب علينا، قال أن الذئب سيشارك معنا في مشاريع توفير الأعشاب لزيارة البيت. حتى الأمان لم يوفره لنا. أعلم أنكم تتكلمون علي، ولكن ماذا أفعل؟ اعذروني، وعدني الذئب وأخلف بوعده. صدقوني أنا أشعر بمعاناتكم، ولكنه هو الأقوى وليس باليد حيلة. اذهب إليه واخبره بأن الوضع لا يطاق، وأننا جميعا لا نحبه. نكرهه. نعم نكرهه، ولا نريد أن نزوده بأي شيء. كفانا ظلما وحمانا. سأذهب إليه، فأنا مثلكم سأمت من كل شيء. لو أنني بنيت أو أصلحت السور لما تحكم بي الذئب المتوحش حمحون. يا زعيم، بطل الأبطال لو سمحت. نطلب منك أن تفك أسر فرفورة. مستحيل! يا على قص رقبتي! هذا طلعها من السجن؟ كيف مينون أنا؟ هذه سوسة انطمي. سمورة، حبوبة، سمبورة، فرفورة. أنا خائفة عليك، ولا أتصور أن أعيش من دونك. وأنا كذلك. كلنا خايفين عليك. مستحيل طرطور يقضي علي، فالأمر ليس بيده. الذئب يريدني أن أكون موجودة حتى أكون مصدرا للإزعاج. ولماذا؟ لأن الذئب ليس من مصلحته أن يكون طرطور قويا، ويريد أن يرى من يختلف معه في حدود معينة حتى يضعه. وهدفه من كل هذا هو خلق جو غير مترابط، غير متعاون، غير واعي. الزعيم خيرون. كيف حالك؟ شكرا لكم. خير. أين فرفورة؟ مسجونة. أين؟ هناك. فرفورة، خيرون، كيف حالك؟ أنا في انتظارك. كنت أشعر دائما بأنك لابد أن تأتي. أنت السبب. نسيت أن أفك قيدك. يا حراس، فكوا قيدها. بأمر البطل الطرطور. وأنا لن أنتظركم. يا خدو. كيف تدخل أرضنا وتفك أسر المجرمين؟ هل فرفورة من المجرمين؟ لا. هل تحبون الذئب حمحون؟ لا. هل تؤيدون تأمر طرطور مع الذئب حمحون؟ لا ندري. ارفعوا رؤوسكم، قولوا كلمة حق. لا يهمني أنكم تخليتم عني في يوم من الأيام، ولم آتي لتوج نفسي زعيما، بل جئت لحب لبعض الأوفياء منكم. حبي لهذه الأرض، أرض المحبة والرخاء، أرض الكتاكيت الخضراء. كلنا معك يا خيرون. تحيا أرض الكتاكيت الخضراء حرة مستقلة. 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 الموت للذئب حمحون الخالي طرطور. الموت للذئب حمحون والخالي طرطور. علينا أن نعد خطة مصيرية للمواجهة. والآن هيا نجهز
بس خلاص تعبت بس خلاص ما في شده والله حق زندلة لحظة بس ما في شيء بس خلاص حمم اي بطني اي بس من أذن لك بالدخول؟ ها شنو؟ من أذن لك بالدخول؟ اخرج تعال يا صعلوك. صعلوك؟ كنت تناديني ببطل الابطال والحين تناديني صعلوك. اسكت واجلس وقل حاضر لكل كلمة أقولها لك. حاضر لكل كلمة اقولها لك. ما علينا. البارحة حلمت حلما جميلا أريد تحقيقه. البارحة حلمت حلما جميلا تريد تحقيقه. عندنا مشكلة لا وتتحدث. تغاطني. قال قصدي هذا جزاء لاني وضعت يدي في يدك. انت قال قصدي. اسكت. أنا الأقوى ويجب عليكم جميعا أن تستمعوا لي وتنفذوا أوامري. قل حاضر. ما بقايل. أذوني. حاضر وتمنحني الأمان. أمنعه كما قلت. أنتم تسكنون في نصف الحظيرة صحيح وهذا كثير عليكم. أنا أريد 80% من أرضكم وأنتم لكم 20%. 80 ولكن وأريد 8 وجبات بدلا من 5 لأنني قررت أن أسكن معي بعض الذئاب المنبوذين وهذا من حقي. انتهى كلامي. Goodbye. باي باي. أتشا وين يجيبوني طعم؟ يا يبي ما في إلا مطعم مندي.
خير. نعم يا بطل الأبطال. بطل الأبطال؟ ايش ده راضي؟ يا حراس يا حراس! لا تتعب نفسك، لا أحد معك بعد الآن. أنا يوسف بطرش، أنا زعيمكم ويجب أن تسمعوا كلامي وتنفذوا أوامري. لا تلمسني، لا تلمسني، فأنا محمي من الذئب حمحون، وأي شخص يقترب مني ستكون نهايته اليوم. أنا أقول لك وأطقك بوقت على عينك. خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وما يغلبونه وما يغلبونه وشلخونا. وأنا سأضربك يا بطل الأبطال. نادي على الذئب الملعون. أيها الذئب الملعون، قصدي صديقي حمحون. حمحون، لا أحد يسمعه ولا أحد يجيبه ولا أحد يريد سماع صوته. اسمح لي على كل ما بدر مني، ولقد كنت على خطأ معك ومع أهلي. أنا أستحق كل عقاب يأتيني. أما حقي عليك فسامحتك فيه، وأما حق أهلك وأرضك فهذا لا يمكن غفرانه. ماذا فعلت مع الذئب؟ ومن غير كذب. أخشى عليكم سماعه. أخبرنا ماذا فعلت؟ ماذا قلت له؟ أخبرنا ماذا فعلت؟ ماذا قلت له؟ يريد 80% من أرضنا و3 وجبات إضافية، وسيوي بعض الذئاب المنبوذين عندنا. مستحيل، لا يمكن منحه ذلك. كفاية تضحية. علينا مواجهته بكل بسالة وعلى حسب الخطة. صالح، نموت ويحيى الذئب. بل نموت وتحيا أرض الكتاكيت الخضراء. 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 لا بديل من الحرب والمواجهة الحتمية. وأنا معكم، وأنا معكم، ولكنه هو الأقوى وسيقضي علينا. جبان متخاذل. حان الوقت الوجبة الغذائية، وإذا لم نرسل له سيقضي علينا. ونحن سنعطيه ما يريد. صالح، وأنت من سيرسلها له هذه المرة؟ أنا؟ لا، هالحكي ما يمشي، هالحكي ما يمشي. اخفض وإلا. مشروب. نعم. ودنا الوجبة. كم كروة يدي؟ كروة يدك بناين. ما في فرق. 30 دينار. وين؟ صدقك زين. 50. بعد زين. 70. مخباتك مشروط زين. فلوسه 100. بعد زين. 120. 120. صراحة هذا العدد وايد صعب. أنا آخذ الاتصال بالجمهور. اتصال بالجمهور؟ يعني أسألهم. شو الصدق؟ جمهور حضروا حالكم إذا تريدوا. آخذه ولا ما آخذه؟ آخذه ولا ما آخذه؟ آخذه ولا ما آخذه؟ ما آخذه؟ 100% لا تأخذها، 0% أخذها. فلوسك هي. مليونين. ادفع مليونين. كم؟ ها صبرت بعد. بودي. وين
ساعة طرطوبة. تو الناس على القلقعونة. نفذ فورا. شنو ليه؟ نفذ فورا. ما كله مشموس. عظم الله يجري. وقرقاعون. تعال بس قرقاعون. أين طرطور؟ ألا يعلم بأنني شائع؟ طق 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 قرقاعون. أعطونا الله يعطيكم. شنو؟ جئتني بنفسك، أين ذاك؟ عندكم بركة. ما هذا؟ بيت؟ أين الدجاج المشوي؟ الخدامة مسافرة. أنت قزقز بدلين وسوينا لك بارسل من المطعم. يلا الله يستر. كله بيض. شرية هذي. هو ريحته كذي بس طعمه حلو. تقزقز حلو ترى زين. زين. الله أشوى. بنفسجي أيوه. الله يستر. بتزوع؟ بطني. تبينه؟ ألم رهيب. ألم رهيب؟ أكيد بيض مارج وملوث. ماذا؟ ملوث. بيض ملوث؟ ايش فيه؟ تريدون أن تخلصه؟ تريدون أن تخلصوا مني؟ اسمعني وطبي قرقاعون زين. إنها مؤامرة. ها؟ ايش فيك وديك تحت؟ يا اخوي ايش فيك؟ صل على النبي. خيرون لي خيرون تعطيني خيرون. لك عافيتي. ايش فيك؟ ايش فيك؟ سأنتقم معي. اقول لك. ما تبيك القهوة؟ سأتخلص منك. خيروني. وي هذه ذيب اطراق. رنيت اطراق. واخيرا تخلصت منه. أما الآن سأنتقم منهم جميعا.
منكم جميعا. الشقاء خيرون العطاء رمز